السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا 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 من هنا لبعد سنة قدام. اتمنى اللي لسه عملوش اشتراك في القناة يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد، ويعمل لايك على الفيديو وكمان كومنت. اللي ما يعرفنيش انا اسمي ام تاليا او نجوى، يعني على حسب اللي يعرفوني، بس اللي يعرفوني هنا من زمان. انا فاتحه القناه تقريبا دلوقتي داخله ما شاء الله، يعني بقالي 2 سنين و7 شهور. انا مبطله عليها شغل باستمراريه تقريبا، بقالي دلوقتي داخله في 8 9 شهور. وكل مره بنزل فيديو ببقى عايزه انزل بعده على طول، ومفيش حاجه تكسلني او تهبطني. بس للاسف ما بلاقيش تفاعل. وطبعا انا عارفه ليه مفيش تفاعل، عشان انا مأهمله القناه بقالي فتره، وده شيء طبيعي جدا. بس انا ببقى مستنيه غير اللي انا متوقعاه، يعني انا عارفه ان هي واقعه. بس انا عايزه تشجعوني باللايكات، تمام، ومشاهده الفيديو لحد الاخر. ولو في اي حاجه في الفيديو يا ريت تكتبوها لي في كومنت، اي تعليق منكم، سواء بالسلب او ايجاب، انا متقبله كل شيء. حبايبي. طبعا انا النقطتين دول انا بحب اقولهم في كل فيديو. لو في منتقدين وكده في موضوع الروتينات، موضوع الروتين ده يا جماعة موضوع محفز ومشجع فقط لا غير، ليس له اي يعني يعني الناس تقول انتوا بتعملوا ايه، انتوا بتعملوش حاجة. انا عارفة احنا بنعملش حاجة، احنا بنعمل حاجة الناس كلها عارفاها والناس كلها بتعرف تعملها، ما بنعملش يعني ما بنخترعش الذرة زي ما بتقولوا. بس دي حاجة مشجعة، زي ما يكون مثلا احنا في الحر كسلانين من الحر، الدنيا حر، مهبطين، مش قادرين. زيه بالظبط لما بنكون في الشتاء بنبقى سقعانين بردانين، لابسين هدوم كتير ومش قادرين نقوم برضو نعمل حاجة. فيعني بكل الظروف، او تعبانين او مخنوقين، فبنطلع لما بنشوف فيديوهات زي دي. طبعا وانا من محبي جدا فيديوهات الروتين من زمان، من قبل ما اعمل القناة بسنة وانا متابعة لفيديوهات الروتين لناس كتير جدا. فده ردا على الانتقادات او اي حد هيقول الكلام ده، تمام. فاحنا قلنا ده تشجيع ليس الا. طبعا انا حبيت ابدا معاكم باكتر اوضه مكركبه معايا في الشقه كلها. الاوض التانية الى حد ما متظبطه طبعا، عشان احنا بنستخدمها دايما وايدي فيها دايما. لكن الاوضه دي علشان خاطر زي ما انتم شايفين متقسمه لكم جزء كده. جزئيه فيها طبعا المطبخ عشان المطبخ بتاعي صغير، جزئيه فيها التلاجة والفريزر، جزئيه فيها السفره، لعب العيال، انبوبه، مش عارفه الرز، مش كده يعني، الغساله الاوتوماتيك. يعني فيها حاجات كتير مش متعلقه ببعضها، لان انا الشقه عندي يعني هي المشكله بس في المطبخ ان هو صغير. المطبخ لو كان كبير كان اخد المطبخ والتلاجة، هنقول اقل حاجه التلاجة والفريزر مش مشكله، كان يبقى هنا. طبعا هتقولي لي فين؟ انا عندي النيش بتاعي، بس انا عينته مش فرشاه، يعني انا سايباه في الكراتين بتاعه كده، وهو مش موجود هنا، انا موديه عند والدتي هناك، بحيث ان انا الاوضه يعني هي كبيره على فكره، وكان النيش هياخد جزء بسيط بس جنب السفره هنا. بس انا ما حبيتش ان انا افرشه بصراحه، يعني بيتملى تراب على الفاضي، تمام، ويبقى شكله مش ظريف. وعايز دايما الواحد تكون ايده فيه، يعني ينضفه دايما، مش ان هو احنا عندنا نيش بس كله تراب، يعني طب ايه الفايده؟ وحاجه تانية كمان انا برجحها، يعني الفكرة النيش دي فكرة فاشلة درجة أولى، أقسم بالله فكرة فاشلة. في ألفات مؤلفة فيه وملو أي لازمة، وديكور، وأساسا مش اللي هو الحاجات هقول يعني ايه. في ناس دلوقتي بتعمل زي مثلا ضلفتين كده، نيش ضلفتين كده عامل زي الدولاب صغير كده وبيسموه نيش، ولا حتى ده كمان انا بشجعه. هي ادوات المطبخ اللي انت بتستخدميها وكمان ما بنستخدمهاش كلها، احنا بنجيب اطقم كتير، كذا طقم حلل، كذا من انواع كتير، كذا طقم اطباق، كذا طقم كوبايات. يا جماعه احنا نجيب على قدنا، نجيب على قدنا. ليه البهرجه دي؟ ليه البهرجه دي؟ طبعا اي ام نفسها تجيب لبنتها كل شيء واحلى حاجه واغلى حاجه. بس الدنيا انتوا شايفين غاليه جدا، هي كل وقت وله اذان. يعني مثلا انا وقت ما كنت بتجوز كل حاجه غاليه، طب ما دلوقتي اغلى، بس يعني مثلا كل حاجه بوقتها.
وكل حاجة برزقها. فطبعا يعني نتكلم بقى عن الراجل اللي رايح يتجوز. فتبقى طبعا اهله عايزين، يعني هو يبقى مثلا عنده شقة عادية جدا، مش التشطيب الواو اللي يخلي الواحدة تجيب حاجات بملايين في الشقة. ومع ذلك بيبقوا عايزين الدنيا كلها تدخل شقتهم. يعني من سوري، يعني هو انتوا اللي هتعيشوا في الشقة ولا العريس والعروسة مثلا؟ في شوية تدخلات بتبقى من اهل العريس في الجوازات اللي زي دي. بصراحة يعني لو صادفتوا الاشكال دي والانواع دي، اهربوا اهربوا. يبقى الجوازة دي سامة. عارفين يعني ايه جوازة سامة؟ يعني جوازة مسمومة، يعني جوازة فاشلة من الاخر. لما تلاقيهم بيتنططوا لا دي جابت، لا ده عملت دي، لا يا جماعة. في ايه؟ كل واحد بيجيب مستواه. ان كان مستواه عالي هيجيب مستواه عالي، ان كان مستواه متوسط هيجيب مستوى متوسط. وكل يعني ربنا يعني ما بيجبرناش على حاجة في ديننا. انتوا بتجبروا بعض، عشان كده مفيش خير في الدنيا. الناس ماسكة بعضها، بتقتل في بعضها وبتاكل في بعضها بطريقة صعبة جدا، صعبة قوي. لا إيه جابت غسالة؟ ايه جابت تلاجة؟ ايه مش لا ده ما جابتش تكييف، لا ده جايبه 3 مراوح، لا جايبه مروحتين، لا ده جايبه سجاد. ارحموا في الارض. نصيحة مني، اللي يقدم تنازلات، اللي هيقدم تنازلات من اول تك في موضوع الجواز والارتباط، صدقوني هتفضلوا تتنازلوا. والمظلوم في الليلة دي كلها مش البنت والراجل، لا الاولاد اللي هتيجي. الاولاد اللي هتيجي وهتعيش في جو مسموم، جو فيه وباء موبوء، جو ما ينفعش فيه اطفال تتربى عيشة سوية. خلاص. ده نقطتي. في دي نقطة تانية، يعني كنت يعني بصراحة النقط دي بتيجي لوحدها، انا مش ببقى مرتبة لها خالص، انا ببقى عايزة اتكلم في ايه، بس الكلام بيجيب بعضه يعني. نرجع بقى لموضوعنا في الروتين. طبعا انا بدأت بالركن ده الاول، بركن السفرة. انا طبعا في الصيف ما بفرش السجاد خالص. قولي لي بقى شكل ولا شكل ولا بتنجان، المهم راحتي في ايه؟ البلاط امشي عليه هو اساسا سخن. احط فوق السجاد يسخنه اكتر، واحنا كمان في الدور الاخير، يعني الله المستعان. يعني انا عايزه حاجه احس فيها برطوبه كده، احس في حاجه كده ان هي فيها نسمه بروده. تمام. فانا في الصيف يا جماعه، وسبحان الله اي شقه بسكن فيها بتبقى في الدور الاخير، ما شاء الله عليا يعني. فانا من ساعه ما اتجوزت وانا كل يعني في الصيف بشيل السجاد بغسله زي ما انتم شايفينه كده. انا ركناه على الكراسي بتاع السفره طبعا. وبقيت السجاده الكبيره برضو احطها في الاوضه التانية، بس كبيره مش نافعه انها تتحط هنا، فانا بفرش سجاد. تمام. انا جبت حصيره للصاله فرشتها، اقسم بالله طبعا انا ما اشتريتهاش، انا جايباها من عند امي. حصيره كبيره ما شاء الله ما شاء الله، يعني جايبه الصاله كلها من اولها لاخرها. بس والله يعني ايه، العيال وقعوا عليها عصير، لا مش عارفه اكل، فغسلتها تاني، فكسلت ان انا افرشها. فدلوقتي برضو الصاله عندي فاضيه، ما فيش فيها اي فرشه خالص، وانا حابه كده بامانه يعني. طبعا العيش اللي انتم شايفينه ده، يعني انا مجرد ان انا اسهو كده، يعني اسهو كده، اغمض عيني، اعمل حاجه في المطبخ، اعمل اي حاجه، الاقي الدنيا كركبت زي ما انتم شايفين. يعني كل الكركبه اللي انتم شايفينها دي بتاعت امبارح، والله بجد. العيش ده كله متكسر امبارح، هو العيش ناشف، وانا كنتش عارفه، انا مش فاكره بعمل ايه، لقيتهم هم عاملين الجريمه اللي انتم شايفينها دي. قلت يلا مش مشكله. فاللي شجعني ان انا اعمل النهارده، وان شاء الله يا رب يا رب يا رب مش هقاطع ومش هقول، لان كل مره بقول في الفيديو وما بتحققش. لقيت الدنيا مكركبه حواليا بطريقه، والواحد الجو خانقه، جو حر وفرهضه. طب نعمل ايه يا جدعان؟ يعني ما فيش حاجه يعني اتسلى. طب ما انا عندي القناه اللي هتبوظ. طب ما اشوف الدنيا ايه كده. بصراحه بعد ما نظفت الاوضه وبقت 100 انا ارتحت، حسيت براحه، حسيت ان انا كده بقى مزاجي فل. لو مزاجي متعكر ومجرد ان انا اشوف الدنيا حواليا كده نظيفه ومرتبه، والله العظيم ببقى تمام.
والله مع برضو ايه يعني الحاجة التانية اللي بتظبط مودي، اكلة حلوة بقى كده، يعني مش انا طبعا اكون طبخها، لا اكون انا معزومة طبعا، ومحدش بيعزمني، انا بعزم نفسي الحمد لله. اخد نفسي كده في مطعم حلو شيك انا وعيالي، ونروح نظبط الظبطة، فارجع برضو مودي حلو. يعني اكتر حاجتين بيظبطوا مودي، المكان بتاعي نضيف وزي الفل، واكلة ترم العظم بأمانة. عايزة اعرف كده منكم، قولوا لي في الكومنتات صيفتوا ولا لسه يا جدعان؟ احنا لسه ما صيفناش بصراحة، ونفسي قوي لو نروح مصيف. تمام. بس انا من نوع القلق قوي اللي بخاف، يعني اساسا العيال لما تشوف البحر عمرهم، يعني تالية شافته السنه اللي فاتت يا رب او اللي قبلها، كانت هي صغيره ومش فاكره اصلا هي راحت. تالية طول الوقت تقول لي ماما عايزه اروح البحر، عايزه اروح البحر، عشان بتشوف ال القنوات بتاع الاطفال اللي هي متابعاها على اليوتيوب وكده، بيروحوا البحر وبيلعبوا كده في الرمل. فانا نفسي بجد اخدها واروح. هي من ناحيه هتنزل ميه، لا مش هتنزل ميه، وحمزه نفس الكلام برضو هيخاف، بس خوفي عليهم من الزحمه. انا بترعب جدا من الزحمه. انا اساسا لما بروح مشوار، يا اما اكون واخده حد معايا ياخد باله منهم، يا اما اسيبهم في البيت مع حد. يعني بقيت قلقه جدا. يا رب استرها على اولادي وعلى اولادكم يا رب اجمعين. الدنيا مبقاش فيها امان زي الاول، وخصوصا لما يكونوا اطفال صغيرين، وانا معايا مثلا شنطه، معايا حاجه ومش هاخد بالي منهم. يعني نزول محلات مطاعم جو ده لوحدي، يعني انا رافضه فكره تماما. نفسي اوي اروح المصيف، لسه ما رحناش. الناس اللي راحت المصيف تقول راحت المصيف انهي مكان وايه الاسعار دلوقتي، لان انا سامعه اسعار خرافيه، يعني ما بقتش في متناول الجميع. يعني يا جماعه قولوا لنا كده يا جماعه، لو رحنا يومين ثلاثه كده هتتكلف كام؟ انتوا طبعا عارفين الاماكن اللي احنا بنروحها يعني. ها يعني مش عايزه اقول بقى ان احنا لا، هي يا راس البر يا جمصه يعني. اسعار هناك ايه اخبارها دلوقتي؟ تمام. دلوقتي احنا كنت خلصت الركن بتاع السفرة كله. ده بقى ايه حتة الرخامة دي، عليها طبعا المكنسة اللي انا بستخدمهاش واتكسرت الحمد لله يعني. ودي الجزامة طبعا انا مودية وشها الناحية التانية، عشان خاطر لو وشها الناحية دي كل الجزم اللي فيها بصوا هتبقى في كل مكان. ودي التلاجة الاوتوماتيك، انا حاطاها برضو في جنب كده ومغطياها عشان انا ما بستخدمهاش، انا بستخدمها بس النص اوتوماتيك. فالشنط البيضاء اللي انتم شايفينها ورا دي فيها العاب بقى، العاب عبارة بقى عن عرايس بقى، كور بتاع مكعبات، حاجات كده. فهي ملمومة في 3 شنط. العيال فين وفين لما بتفتكرها، ولا لما بتفتكرها بتفردها مرة واحدة وما بتلعبش فيها يعني. طبعا الشقارة دي مليانة شنط، انا مش عارفة بصراحة يعني اودي الشنط فين. انا يعني بحب الشنط، بحب الشنط عشان الزبالة، علشان لو في شنط بيضة وجايبة حاجة وعايزة اخزنها. يعني ده بالاضافة ان انا بجيب شنط التلاجة وكل حاجة، بس لازم يكون عندي شنط تانية برضو اضافية. افرضوا شنط التلاجة خلصت زي ما هي الوقت اصلا خلصانة من عندي، ومحتاجة ان انا احط حاجة في التلاجة او الفريزر، اعمل ايه بقى؟ لازم العقل يكون شغال. فالركن ده بقى زي الفل كده بسرعة. على فكرة الفيديو كان اطول من كده لما رحت عند التلاجة والفريزر، بس تليفوني بسم الله ما شاء الله عليه يعني الذاكرة بتاعته خلصت. طبعا انا مسرعة الفيديو كان 25 دقيقة، وكمان كملت بقية الفيديو يعني لقيت التليفون فصل مرة واحدة، قال ان الذاكرة امتلأت. تمام. انا كنت عايزة اعمل معاكم روتين مين طقطق لسلام عليكم، عشان تشوفوا المجهود اللي انا عملته بجد. طبعا الالموتال اللي فوق ده واللي تحت ما بيتفتحش، يعني هو في حاجات كده اطقم وحاجات ما بنستخدمهاش ومقفوله، فما بستخدمش منه حاجه. البتاعه دي بقى اللي مزهقتني بجد، طلعت عيني السفره. ما هيش في المجرى بتاعتها، والعيال لما بتيجي تقف عليها، وانا عن نفسي يعني لما باجي اقف عليها عشان اعمل حاجه او اجيب حاجه فوق من فوق الالموتال العالي ده، بتقوم بتوقع اللي يقف عليها. فانا حاولت ان انا يعني ادخلها في المجرى بتاعها، ما عرفتش خالص، مش عارفه ليه، تحس ان هي مش داخله مش راكبه. طب ازاي؟ مش فاهمه. المهم اللي لسه ما عملش لايك يعمل لايك، واللي ما عملش كومنت يعمل كومنت، واللي لسه ما شافش الفيديو لحد اللحظه ديت فايته كتير على فكره. انا قلت دولار، قلت كلام دولار.
والله وحشتوني جدا، القناه وحشتني قوي. وان شاء الله نعمل لايف مع بعض قريب، نطلع لايفات كتير مع بعض الفتره الجايه ان شاء الله. وعايزه تفاعلكم معايا يا احسن ناس. طبعا جينا بقى عند التلاجة والفريزر. هي مش حاجه فوق التلاجة والفريزر غير شويه حاجات كلها مهمه. بس ليه فوق التلاجة والفريزر بستقرب كده يعني، عشان تبقى في متناول ايدي، يعني احط ايدي اشد، احط ايدي اجيب يعني. بس دي فكرة غلط يعني، مبوظة الشكل خالص ومبوظة المنظر. مش عاطفي يا جماعة، يعني مش عارفة اعمل ايه في نفسي. بحاول امنع نفسي عن الموضوع ده، ما بتمنعش. طبعا انا جيت عند التلاجة ولسه بشيل الحاجات اللي فوق التلاجة. لقيت ببص كده على الفيديو، لقيت الفيديو بيقول لي قفل لوحده. فكملت انا الفريزر وكنست ومسحت. ان شاء الله ان شاء الله عايزه الفيديو، انا هنزلكم فيديوهات يوميا بعون الله، اي يعني بصوا ضرب نار بقى. نعمل بكره روتين التلاجة ان شاء الله. التلاجة محتاجه شويه تنظيم وتخطيط، لان هي مكركبه فوق بعضها، المنظر لا يسر عدو ولا حبيب يا اصدقائي. فدلوقتي انا يعتبر في نهايه الفيديو، اتمنى لكم مشاهده ممتعه، وانا بحبكم جدا. ما تنسونيش، والناس اللي لسه ما اشتركتش وعملت سبسكرايب اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، اهم حاجه عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو انا بنزله. طبعا توته حبيبه قلبي حبت ان هي تساعدني في الفيديو، تقول لي يلا يا ماما نصور كل يوم، والله العظيم هي يعني عايزه اقول لكم ان حاجه من اللي شجعتني ان اعمل الفيديو ده بنتي، تقول لي يلا يا ماما نصور ونعمل تنظيف ونعمل واعمل اساعدك وكده. فهي طبعا كانت ايه عشان انا